السلام عليكم صديقاتي ومرحبا بكم معي في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم نقدم لكم صابلي مالح وحلو، كيجي رائع مقرمج بمقادير مضبوطة. كيجي بسيط وسهل. كيشمل ما بين المالح والحلو، الخليط كيجي ما بيناتهم رائع ولذيذ. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، ونبداو على بركة الله مع المقادير. بسم الله. بالنسبه للمقادير ديال هاد الصابلي كنحتاجو 125 غرام ديال الزبده ذات اصل حيواني، كنحتاج واحد 3 غرام 3 ديال الفرماج مثلث، عندي 4 معالق صغيره ديال الملح، عندي 37 غرام ديال السكر كلاصي، عندنا 2 غرام ديال الخماره الحلوه او ربع خماره، عندنا 50 غرام ديال اللوز مملح اللي كنشريوه عند مول الزريعه، وعندنا الدقيق الكافي اللي غيجمع لينا هذا الخليط. كناخدو واحد لو بول وكنعملو فيه الزبده اللي كتكون بدرجه حراره المطبخ باش نقدروا نخدموها. يمكن لكم تخدموا هاد المقادير في الميكسور، او يمكن لكم تخدموهم غير في قصريه هكا بيديكم. كنضيفوا الملح، عندي 4 معالق صغيره الملح لان هاد الصابلي كيكون مملح. كنضيف سكر كلاصي مغربل، عندنا 37 غرام ديال سكر كلاصي، وعندنا 3 ديال الفرماج النوع اللي بغيتو يمكن لكم تستعملوه. من بعد كنضيف له هذاك اللوز المملح، كنطحنو مزيان حتى كيتعلق ليا، كنطحنو مزيان، وكنخدم هاد العناصر مع بعضياتهم حتى كيتجانسوا العناصر وكتولي خليط متجانس. عندنا الزبده كتولي لينه مع هذاك اللوز المملح والفرماج والسكر، كنخلطوهم مزيان مع بعضياتهم حتى كيتجانسوا هاد العناصر وكيولي خليط لين بحال هكا. من بعد كنضيف له الدقيق. فديك التبصيل عبرات 250 غرام، كنضيف شويه بشويه على حساب القياس، وكنضيف 4 معالق ربع خماره، عندي 2 غرام خماره ديال 8 غرام، خديت 2 غرام، وكنضيف شويه بشويه وحنا كنجمع. ما كندلكش، غير كنجمع هذا الخليط بحال اي صابلي كنستعملوه. يمكن لك تخدميه هكا في بول ولا في قصريه بيديك، او يمكن لك ديريه في ميكسور تخدمي كلشي كيجي ساهل وبسيط، ما كياخدش الوقت. كنخلط هاد العناصر مع بعضياتهم بحال الطريقه حتى كيتجانس ليا وتشكل ليا واحد لاباط عجينه متماسكه ما قاصحاش. كياخد ليا تقريبا واحد 230 غرام ديال الدقيق على حساب الزبده اللي كنستعملو. بحال هكا كتجي لينه. من بعد كنغلفوها بلاستيك غذائي وكندخلوها الثلاجه ترتاح واحد الساعه ضروريه، عاد نطلقوها. من بعد ما كتبرد العجين واحد الساعه كنطلقوها ما بين 2 بلاستيك غذائي، او يمكن لنا نطلقوها ما بين 2 وراق ديال الفرن. كنطلقوها ما يكون السمك ديالها ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش غليظ، لان غادي نغلفوها مازال بالشوكولات. كنطلقوها مزيان. من بعد كنقطعوها بقطعه او قطعه دائريه او بكاس اللي عندكم. هنا القطر ديالو 6 سنتيم، يعني الدائره القطر ديالها 6 سنتيم اللي استعملت. كنطلقوه مزيان بحال هكا، ما يكونش رقيق قلت لكم، ما يكونش غليظ بزاف. كنطلقوه وكنقطعوا الدوائر، كنعملوهم في الطاوه ديال الفرن اللي كتكون فيها ورق الفرن او السيل باد اللي عندكم يمكن لكم تستعملوه. وعاد كنقطعوا الداخل ديالها بقطر قطعه صغيره دائريه، يعني او بشي غطايه، او انايا بالبوق ديال الحلويات اللي استعملت. كيجي القطر ديالو انا سنتيم واحد، ولكن على حسب اللي عندكم. كنقطعوهم بحال الشكل ديال الدونات فوق الطاوه ديال الفرن. الا هزيناها مقطعينهم في طاوله العمل غادي يتغير الشكل ديال الدائره. داكشي علاش حتى تنحطوا الدائره في هذا القرص كنحطوه في الطاوه ديال الفرن، عاد كنقطعوا الداخل ديالو باش ما يتغير لنا الشكل ديالو. من بعد ما كنساليو كندخلوه الثلاجه واحد ربع ساعه باش يشد راسو، او المجمد قبل ما ندخلوه نطيبوه بحال اي صابلي عادي كنستعملوه على 160 170 درجه. فرن كبير كنشعلو الفوق والتحت حتى كيطيب. تقريبا كتاخذ ليا واحد نصف ساعه. بالنسبه للفرن العادي كنطيبوه من التحت بحال اي صابلي حتى تيطيب من التحت. عاد كنشعلو الفوق ونحمروه. بما ان هاد الصابلي راه فيه اللوز بقشرته، راه كيكون شويه اللون ديالو غامق، داكشي علاش ردوا معاه البال. وانتم ملي كطيبوا حتى تيتحمر، من بعد ما كيسالي ويتحمر لينا كنحطوه على جنب حتى تيبرد.
بالنسبة للعجين اللي كتنعاودوها غير كنجمعوها بحال هاديك الطريقة، يعني غير من باب البلاستيكات، وكنعاودو نطلقوهم ونقطعوهم وندخلوهم للفرن. هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما طابو وبردو، كيف كيجي اللون ديالهم محمر وذهبي شويه، كيكون شويه غالق على الصابلي العادي، ولكن كنخليوهم حتى كيبردو وعاد كنعملوا لهم الشكلاط. هنا من بعد ما بردوا كناخذوا الشوكولاط دايب، اي شوكولاط اسود اللي بغيتو او شوكولاط ابيض، لكم الاختيار ديروا اي لون. انايا استعملت الشوكولا اون غوباج، ولكن يمكن لكم تستعملوا شوكولاط كالا كيجي به حتى هو رائع، او بات كلاسيك كتجي بها لذيذه. كنذوبوا الشوكولاط ديالنا مزيان، من بعد كنعملوا فيهم هاد لي دونوت ديالنا، كنعملوهم وكنحطوهم فوق سيلبات او فوق بلاستيك او فوق بابي كويسون. كنحطوه بحال هاد الطريقه، ومن بعد ما كنخليه واحد شويه يتقطر منه هذاك الشوكولاط، كندفعو الصابلي ديالنا. ضروري نكحزوه شي شويه من هذاك الموضوع اللي حطيناه في الاول، باش ما يجيوناش الجناب ديالو كله شوكولاط عامر. كنكحزوه، كنكملوا الكميه ديالتنا بحال هاد الطريقه. انا درت له 2 كلاصاج باش يعطيو واحد المنظر، ولكن يمكن لكم تكتفيو فقط بهكا الشوكولاط، غير الشوكولاط دايب. ديروا اي نوع بغيتو، يمكن لكم ديروا الشوكولاط ابيض او شوكولا اولي، يعني لكم الاختيار، او تخلطوا ما بين الشوكولاط ابيض والشوكولاط اسود. كنساليو كنضربوها في هذيك الزلافه باش يتقطر لنا الفائض ديال الشوكولاط. عاد كنحطوها ضروري السيلبات او بابي كويسون باش ينزل لينا الفائض ديال الشوكولاط وما يكونوش في الجنابات ديال الصابلي ديالنا، كيكون الجناب ديالو نقي. من بعد ما كنساليه كنخليوه ينشف على راحته، يعني حتى ينشف. عاد كنزولوهم، ما بقاش نزولوهم قبل، لان غادي يتغير لينا، غادي توسخ لينا هكا الشوكولاط، غادي ما يكونش شاد في الصابلي ديالنا كامل. كندفعوه كل صابليه كل شي شويه، من بعد ما كنحسوا بها تقطرات شي شويه قبل ما تنشف كندفعوها باش تحيد من الموضع ديال هذاك الشوكولاط اللي نزل منه، ونكملوا هذه الكميه ديالنا. بالنسبه للنوع الثاني، هذا هو الشكل ديالو كيف ما خليناه، كيف ما نشف، كيف ما كتلاحظوا كيجي بحال هكا. الا كانت شي حاجه هكا في الجناب كنزولوها ضروري. بالنسبه للشوكولاط المتبقي كنضيف له اللوز، شويه ديال الزيت، زيت المائده، وكنضيف له اللوز مهرمش محمر ومغربل. ضروري ما كنبغيوش حنا داك الفرتيت اللي يكون في هذاك اللوز، ضروري كناخذوا غير اللوز مهرمش. اما هذاك اللي كيكون بحال السميد كنزولوه، كنضيفوا الكميه اللي بغينا على حسب الكميه ديال الشكلاط وحسب كيفاش بغيتي. من بعد كناخذوا الصابلي ديالنا وكنوضعوه عاوتاني في هذاك الشوكولا روشي، كندوزو ونحيدو الزوائد، وكنحطوه حتى هو كذلك يا اما في السيلبات او بابي كويسون، وكنزوقو قبل ما كنزوقوه بهاد الورود. هاد الورود اللي هاد البتالات ديال لي بيتال اللي كيكونوا غوز ولا موف، يعني اللي بغيتي يمكن لكم، او تذوقوه بعقيق او تذوقوه بهذاك الملمع الذهبي او الورق الذهبي. لكم الاختيار ديروا اللي بغيتو، كل واحد والتزيين كيبقى اختياري، او ورده من السيليكون، لكم الاختيار. كنديروا قبل ما ينشف ليا الشوكولاط باش يشد فيه. كنبقى نكمل الكميه كامله اللي عندنا، وكنبقى ندفعوه حتى هو كذلك. ملي كنحطوه في الاول كنخليوه شي شويه هكاك يتقطر لينا هذاك الشوكولاط، عاد كندفعوه باش ما يكونوش الجوانب ديالو عامرين بالشوكولاط اللي كينزل لينا. من بعد ما كنكملوا الكميه ديالتنا كنقدموا، كيجي بالصحه والراحه. هذا الشكل ديال الروشي كيجي الشكل ديالو زوين ولذيذ. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم. بالنسبه لهذاك الشكل اللي درنا فيه غير الشوكولاط فقط، كناخذوا واحد الكورني وكنعملوا فيه الشوكولاط نفسه،
يا اما هذاك الاسود، يا اما كنكون هذا اللي درت انا خليط ما بين الاسود وشويه ديال مربعات بيضين، او يمكن لكم ديروا ابيض او اولي او كراميل، يعني راه كاين الشكلاط على حسب الانواع اللي بغيتو. كنذوبو وكنعملو يا اما كورني، يا اما انا في جيب حلواني عملته كيجي ساهل للناس المبتدئين. جيب حلواني مسدود كنعملو في هذاك الشكلاط وكنقطعوه رقيق وكندوزو خطوط بحال هكا، كيجي الشكل ديالو رائع ولذيذ وساهل. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم ونال الاستحسان ديالكم، وتجربوا هذا الصابون اللي راه كيجي رائع ولذيذ، خليط ما بين المالح والحلو. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم ونال الاستحسان ديالكم وتجربوه. ولا عجبكم الفيديو ديروا لايك وتابوناو في لاشين ديالي وفعلوا الجرس باش توصلوا ديما بالجديد. وشهيه طيبه ونهاركم مبروك.